رز بالجمبري او كبسة الجمبري. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة وبالرز المصري بتاعنا، مش لازم الرز البسمتي. تعالوا نشوف الطريقة. اول حاجة انا جبت حلة هي اللي هعمل فيها الرز. جبت بقى الجمبري بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. انا نقيت جمبري صغير طبعا متنضف ومتشال منه الكيس الرملي. الجمبري بقى النوع اللي تحبيه براحتك، عايزه تجيبيه وتقطعيه، عايزاه كبير زي ما تحبي، وشوحيه بقى في شويه زيت كده زي ما انا عملت. وبعد كده قمت شايلاه، وفي نفس المكان قمت شايلاه بالصوص بتاعه. وفي نفس المكان جبت بصلايه مفرومه وابتديت ان انا اقلبها في شويه زيت. وعقبال ما البصلايه تصفر بقى هاتي كميه الرز بتاعتك، حطيت عليها كمون ورشت عليها شويه فلفل اسود، وبعد كده الملح بتاعتك بقى حسب الرغبه زي ما تحبي يعني، ملحيه زي ما تشوفي. وبعد كده قمت حاطه كركم، معلقه كركم، مكتروش، بس الكركم معلقه صغيره من كل حاجه بقولكوا عليه. وبعد كده حطيت نص معلقه قرفه. عندك بهارات سمك حطي، ما عندكيش هي البهارات دي كويسه قوي وكفايه. وبعد كده كنت مقطعه فلفل اخضر صغير خالص وطماطم. برضو حاولي على قد ما تقدري انك تقطعيهم صغير، وتبتدي انك ايه تقلبيهم كده في البصله. وانا حطيت عليها تومه بس ما لحقتش ايه اصورها. لما تبتدي البصله تحمر حطوا الثوم، وبعد كده انزلوا بالخضار بتاعكم، وحطوا معلقه معجون طماطم او اللي هي صلصه طماطم. وابتدي بقى ان انا انزل بالرز بتاعي والبهارات بتاعتي كده، وابتدي ان انا اقلب بقى الرز بحيث ان الرز يتشرب مع الزيت ومع الخضار اللي انا حطيته و... والبهارات والبصل والزيت، لغايه لما اتاكد احس ان الرز كله رزايه فعلا متشربه. وابتدي ان انا ايه اعاير الميه بتاعتي عادي، كانك هتعملي خلاص بقى الرز بتاعي الطبيعي بتاعنا العادي. ما تخافوش، كده كده الخضار ده كله مش هينزل ميه، يعني الطماطم كده كده نزلت الميه بتاعتها. عايروا الرز براحتكم. وبعد كده لما الرز هبتدي ان انا اعلي عليه يتشرب، ولما ابتدي ان انا اهدي كده او اوطي النار، قمت حاطه بقى ايه الجمبري بتاعنا الصغير ده كده زي ما انتوا شايفين، واديته تقليبه في الرز، واستنيت لغايه لما النار توطى خالص، وهديت عليه كده وغرفته بقى بالشكل الخطير. الرز مفلفل مش معجن. استنى تعليقاتكم، استنى سبسكرايب. عملنا فيديو ريفيو على طلبات مارت، تقدروا تروحوا تشوفوه على القناة التانية. مستنيكم تعملوا سبسكرايب وكومنتات، وباي باي.